وافقت، بس وهو بيبعد عشان يجيب لها هدوم حاجة لفتت نظرها، لمبة. كانت شافت اللمبة دي قبل كده في واحد من الفيديوهات. الفضول اتحول لرعب وهي بتقرب. ورا اللمبة ممر سري بيودي البدروم. قلبها دق وهي بتدخل جوه. الحيطان كانت متغطية بصور، عشرات الوشوش، بعضها مألوف وبعضها مش معروف. كلهم كان عندهم حاجة واحدة مشتركة، الخوف متجمد في عينيهم. لما كيفن دخل الأوضة تاني لفت وشها ناحيته، نفسها محبوس. في اللحظة دي استوعبت، دي كانت نفس الأوضة اللي شافت فيها راجل بيتشنق في واحد من الفيديوهات. بلعت رأيها بصعوبة، صوتها يدوب مسموع. كيفن أخيرا انهار واعترف. الراجل في الفيديو كان خطط ينهي حياته خلاص، بس العميل أجبر كيفن يصور ده. لو رفض عيلته هتكون في خطر. بيصر إنه ما كانش عنده خيار، وإنه كان مجرد بيدق تاني في لعبة العميل الملتوية. بس بعدين بيفوت منه كلام. بيعترف إن منتج كاستنج شاور على كيتي إنها الهدف اللي جاي، وعارف إنها محتاجة الفلوس. غضب كيتي بيشتعل، بتهاجمه وبتلومه على كل حاجة مرت بيها. كيفن بيعتذر مرارا وتكرارا، بس ده مش مهم. خلاص أخدت قرارها. بدون تردد بتطلع السلاح من بوتها وبتشقق رقبته. كيفن بيقع، الدم بيتجمع حواليه وهي واقفة هناك مرعوبة بس عزمة. لما بترجع بيتها بتقعد قدام الكمبيوتر بتاعها وبتشوف اللقطات اللي صورتها سرا. كانت حطت الكاميرا في اللحظة اللي دخلت فيها أوضة كيفن وصورت كل حاجة. بعدين رسالة تانية من العميل، شغل جديد. المرة دي مش هتختار الهدف، ده صاحب البيت بتاعها. بتتردد لما العميل بيبعت ليها إثبات، لقطات ليه وهو بيسيب شرايط فيديو عند بابها وبيسمم أوضتها وبيتسلل لشقتها. قلبها بيدق بس مش بتجادل، بدل كده بتطلب حاجة واحدة بس، كام الدفع. فدي كانت قصة الفيلم ده. إيه رأيكم فيها؟ قولوا لنا في التعليقات.